يا محمد بدل الكونت، يا محمد بدل الكونت هذا ما تنجمش تطلع بيه معايا. اوكي، بدل الكونت. بدل الكونت يا محمد، ما صح راسك. الكونت هذاك ما تنجمش تطلع بيه معايا، بدل الكونت. عندك قداش من كونت انت شد في الكونت هذاك ما تنجمش تطلع بيه. نجي نعمل لك سويفر اون روتور ما نجمش نعمل حتى باش نتبعك، لا حل الواحد انت. حتى بالكونت الاخر ما نجمش نتبعك، نعمل لك سويفر. يا محمد علاش قداش راسك صحيح برشا، والله راسك صحيح. بالكونت هذا ما تنجمش تطلع معايا في الكونت هذا. باهي مانيش مسكر، انت عندك مشكله. ماكش موجود جمله اصلا. هذوك اللي تحكي عليهم انت الزوز هذوك، هاو كلهم موجودين. انتربول، الاحمر محمد، سونيا، الكاسر، كلهم رافيهم قدامي الا انت. هذاك علاش ما نجمش نبعث لك. علاش شاح لي ريق يا مان. انت عندك 20,000 كونت، ادخل بالكونتوات الاخرين. مرحبا بيك ورده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مم. باهي خلينا نشوف كاين البلاد ترى. هاني بعثت لك على هي البلاد ترى، ادخل.
حول ولا قوة إلا بالله. يا ودي بعثت لك توا، بعثت لك انفيتاسيون على الواتساب، على الواحد، على التيك توك. بعثت لك على هيل البلاد على التيك توك، بعثت لك توا انفيتاسيون. سفيان شنو لك يا سفيان؟ لك غيبة يا سفيان. كلمك الجمعة الجاية بحول الله. مرحبا بيك سي مصطفى. إيه، في انتظار التحاق الأستاذ رياض إن شاء الله بحول الله. 8:30 يكون معنا، 5 دقائق إن شاء الله يلتحق بنا. رحبوا بالناس كل، بالله رجاء تكبيس وبارتاج الماكسيموم. آه، يا محمد عندك الكونت الازرق هذاك اللي الناس تطلع به معايا، فهمت؟ هذول الكل ما همش يطلعوك. عندك مشكله، انا بعثت لك تو، هذا ريت بعثت لك على التيك توك. هي البلاد بعثت لك على التيك توك، بعثت لك انفيتاسيون. انت ما نجمش تطلع، عندك مشكله في الكونتويت نتاعك. شوف الازرق هذاك كلمه، الكونت الازرق هذاك طلعت به المره الاخرانيه معايا. يا اخي محمد ما تفهمش، قلت لك ادخل بالكونت هذاك الازرق اللي عامله. يا ودي هذا ما تنجمش تدخل بيه، شنو طلعوني يا ودي، والله غريبه. ترى شوفوا هذا. هاي هذا هاو هذا تنجم تطلع بيه. هاي شيحت لي ريقي والله، شيح ريقك ان شاء الله. ما عادش بتحب تطلع حتى اسالك كونت شنو اخر كان عندك الكونت هذا. المشكله؟ باذا اي نعطيك شنو انت عندك المشكل. لحظه برك، خلينا نعطيك شنو انت عندك المشكل. لحظه بركه. واخر مره خليني نفسر لك. انت يا سراج كي امم بدا كونت بريفي نطلب انا انت تطلعني، فهمتني ولا؟ انت كي هاي مسكر الراس ما نجمش نطلع، بالطبيعه ما يو نجمش نطلع. يو يو هاني فهمت؟ طلعتك في هذا، هاني في هذا طلعتك. اي خاطر والاخر هذا انا عامله مش بريفي. مثلا توا انا كي صحيت. نحب نعمل بريفي. نحي البريفي اسمع، تولي تطلع. بلاش. هي للبلاد، بس ريت هي راز يعني للبلاد. فهمني علاش انا ما نحبش نحل بريفي. باش العباد اخرين ما نعرفهمش باش ما باهي. يتبعونيش من يهديك، الاخر انت بالكل، تعرف. من الاخر بالكل اطلع معي بهدايا وكهو، تدخلش كان تكسر لي نجم في نقعد راسي نحل كل. هذا ساعة ساعة توا فهمتني؟ نحل.
يا اما ما نجمش ندخل بكل يوم، هذاك عليه مش عندي اي ميكروفون كاو كل يوم. كاو فين تنجم، فين باش تنجم تدخل، ادخل به هذاك. اما الاخرين ما حبش يتحل، ما حبش يتحل. هذيك مشكلتك انت، مش مشكلتي انا. انا هاني نحاول كونت الكل. هاو يوسف زاد شبيه، ما نجمش نطلع حتى انا. باهي. يوسف بعث لك راهو على على الواتساب، نجم تدخل على الواتساب ترى. وانت زاد بعث لك راهو على الواتساب يا محمد. ادخلوا على الواتساب، كي نبعث لكم على الواتساب ادخلوا ترى. شوف يوسف ادخل على الواتساب. ثمانية عيط لي هي للبلاد كنت تحب. الليله تو اقعد غادي وما تعمل حتى شيء. كبس على ايه خاطر لازمني بدا نركز. يجيني، بدا يجيني السينال. كبس 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 كبس. محمد حاول باش تدخل كيما قلت لك يعني بعثت لك انفيتاسيون، ادخل هي يقبلها. على التيك توك بعثتها لك. فوالا. غدوة مظاهرة موحدة باش تكون يا سراج. شنو تقول؟ لا اله الا الله. ها؟ وقت عملت ما كنت ذا يا اخي انت يا معلم. يا مخابرات حليل العسكرية التونسية من فضلك، ليه مخابرات. برجوليش اللباس ولا برجولي لك معاك هو اخي مهبول في راسك. عليه وقت عملت كنت ذا نتبع فيك بيه وعمل لك سويفي ورجع سويفي يحشم. تقص لي راسك الكونت، تقص لي راسك. اسمع هذه الكونت باش هذا يعمل لك. وانت مخابرات. اسمعني يا سراج، هذوك نسمع فيك. الصفحات المأزورة، صفحات مأزورة اللي يحكوا عليها بتاع هذوك وهي حابة صفحات مأزورة، انا مرتزقة حب. هاي اسمع حقا. جتني لقطة البارح حد ساترة جبدوا عليا انا، وبداوا يقارنوا معناها ما بين الخدمة اللي نعمل فيها انا والخدمة الجروب الاخر، فهمتني ولا؟ وقال لك ركحوا فيهم ركحة يا رسول الله، فهمتني ولا؟ بيكبرني كبرني يا سراج. غدوة اللي يحب يتفرج في المسيرة متاع العشية شنين انت؟ متاع المعارضة الكل بصفة عامة يدخل على الكونت هذا، تلقى تو نعطيكم بث مباشر من المسيرة باش تكون مسيرة الكونت حاشدة بإذن الله. ولا سمعتك؟ هو اسمه الكونت كان الكونت تحبوا تتفرج. حقائق في حقائق في دقائق. دقائق. هذا مو هاي. ليه هذا كنت ذا مأجور بالفلوس يخدموا فيه هذا. ما اوقف تفرجوش ما اوقف. تفرجوش. يزي يا وسخ انا بتبع، خلي نفيقوا شوية العباد الكل. الحاصل اللي يحب يدخل انت يتفرج قاعد يتفرج تخدم، هنا. انت قاعد تخدم في اجندات خاصة حب. باهي باهي. الحاصل غدوة هو كيف ما تعمل يا محمد، سؤال. بدلت لي الواحد، حطيت انت توا. باهي. ما حبيش ترجع لوحدها غدوة حكاية. أمام مجمع غدوة أمام مجمع أمام الإدارة متاع مجمع الكيميائي الستة متاع العشية بإذن الله. فما وقفة على المجمع الكيميائي متاع جابس على تفكيك الوحدات. حبة فما غدوة فرق بين الكيميائي بالكيميائي، الشبيك هو الكيميائي فهمت ولا ايه؟ الباب راح عايش خير، غلط سبحان عايش الله. خير ايه. غلط كيميائي يضربوا بيه انا كيميائي. غلط على تفكيك الوحدات. وقفة أمام الإدارة في تونس الستة متاع العشية. المسيرة متاع المعارضة كل متاع أكبر حزب في البلاد حركة النهضة جبهة الخلاص وأيضا دستوري الحر شارك. شكون آخر باش يشارك غدوة؟ سميه معايا. حزب التكتل زاد دعا، حركة حق دعات، المجتمع المدني أيضا دعا، التيار الديمقراطي دعا، كل الأحزاب قلت السياسية ما باش تكون شاء الله غدوة عليك، موحدة. هيك مهبطهم الكل، مهبط دستوري مهبط حق كازم قيس سايت تهبطوا كل بيدو انت. كل المعارضة اليوم غدوة باش تكون مظاهرة حاشدة فيها الأحزاب السياسية الكل. نتمنى الناس الكل تشارك مع بعضنا لإطلاق سراح جميع الناس الأبرياء على الشيخ راشد الغنوشي وعلى كل المساجين الراي والسياسيين. وبالحق نوصل صوتك العباد المظلومين ونطالبوا بإسقاط هذا المرسوم السيداك المرسوم 54. اخرجوا للشارع طالبوا بإسقاط الاستبداد، هذه أهم حاجة، وضد باهي. الدكتاتور الكل. يوسف احنا الكيس نتاعنا يتسمى كيس طيارة ياسرة، خاطر عندنا واحد بركة يمثل المعارضة بكل. تصور محمد من الدستوري صوت الشباب للنهضة. صوت الشباب صوت الشباب صوت الشباب.
معناها معارضة وحده، عامل معارضة وحده، صوت الشباب عامل معارضة ايوه وحده. برك يا اخي، حابه في ينجم يخرج في المستقبل مظاهرة، تو. ينجم يخرج في ابو مظاهرة حابب، وحده. ابو حابب يا اخي في المستقبل. عرفتي في شكون التركيز بتاعك انت؟ لين التركيز نتاعي ايه. كان يسمع فيا المعارضة من سي رياض الشعيب والكل. اعطوني نرقص جبهة الخلاص كانت تحبوا. هو وجاو بيتفهم، نحكي معك كل بالرسمي، التركيز بتاعك يعني شايفه. نحب نعمل جبهة تو نقودكم انا كانت تحب نقودكم انا. ما ريت تخلصونيش يا كيفاه سيدي. سراج ما عندوش اجابه، ريت كيفاه. اسمع المستقبل باش محمد. نركزوا على توحيد الصف يا صاحبي، لازم نوحدوا الصف. اي اليوم لازم توحيد الصف. هاك عند الراجل الحطاب. 84 سنة اللي قال في الحبس وحدوا الصف، ما تعملوش التفرقة وركزوا كيفاش باش تم اطلاق سراحي، راهو كلامه ساحر. راهو الشيخ لازم نتبعوا تفكير الشيخ راسل الغنوشي وكل القيادات. يعني واهم الشيخ قال حاجة لك لازم نقولوا لازمك ترد بالك، زاد الشيخ قال لك لازمك ترد بالك، مش تحط يدك في يد العدو وتقول لي انا كذا. مرحبا سي رياض. رد بالك هي. طب لازمك تثبت مليح وانت تحط هو يديك. تو معك في المعارضة العدو. باهي ضيفنا وصل. مرحبا سي رياض، السلام عليكم ورحمه الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. مرحبا بيك، مرحبا بيك. أهلا وسهلا. لاباس رياض؟ ان شاء الحمد الله عيدك لله، مبروك. طمنوني عليكم أنتم، إن شاء الله عيدكم مبروك. ربي الله يحييك يعاود الخير. يحييك. يا رب يعطيكم خير. سيرياس تحية السلام عليكم. أهلا وسهلا. باهي عندكم وحشة محمد. يا جماعة. مرحبا، مرحبا بيك. حتى احنا توحشناك سي رياض، مرحبا بيك. ربي يعيشك يبارك. يعيشك، ربي يحفظك يعيشك. باهي سي رياض، نظرا للظروف الأخيرة والأحكام اللي صدرت والمسيرة متاع غدوة والندوة متاع نهار السبت، عملنا تحوير شوية. احنا دخلنا شوية باش نحكيو، نبداو بالمقدمة من الأول بكل، نبداو بالأوضاع الأحكام اللي صدرت البارح ونحكيو إن شاء الله شوية على المسيرة متاع نهار الجمعة، ونحكيو زاد كذلك على الندوة اللي بتصير في باريس بمناسبة ذكرى 45 لتأسيس حركة النهضة. ثم نرجع للموضوع الحلقة اللي تفهمنا فيه، اللي هو معناها الندوات اللي صارت مساندة للشيخ راشد الغنوشي في برشا أماكن من العالم، والشخصيات اللي ساندت الشيخ راشد الغنوشي وحضرت وجات وقدمت كلمات وساندت الشيخ راشد الغنوشي. إن شاء الله معناها بحول الله ربي يوفقنا باش تكون حلقة ممتازة. حاضر سي رياض؟ حاضر، مرحبا بكم، مرحبا. توكلوا على ربي، نبداو إن شاء الله. توكلوا على ربي. به بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، تأتي هذه الحلقة في ظروف دقيقة ظرف دقيق تعيشه تونس بين الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة في حق عدد من قيادات حركة النهضة والتحركات السياسية والميدانية المطالبة باحترام الحريات، وبين الذكرى 45 لتأسيس حركة النهضة بما تحمله من معاني تاريخية ونظرية. كما تتواصل الأسئلة حول مستقبل الديمقراطية والحرية والسيادة الوطنية، وحول تجربة الشيخ راشد الغنوشي الفكرية والسياسية التي تزال تثير النقاش داخل تونس وخارجها. يسعدنا أن نستضيف في هذه السهرة الخاصة الأستاذ رياض الشعيبي، الكاتب والباحث في العلم الاجتماعي، عضو جبهة الخلاص الوطني والمستشار للشيخ راشد الغنوشي. أهلا بك وسهلا أستاذ رياض. أهلا، مساء الخير ومرحبا بكم. مرحبا به. يوسف، عندك البارتي الأولانية متاع المحور الأولاني، الأحكام الأخيرة في قضية الجهاز السري، تفضل. حل الميكرو يوسف. تسمع فيه يوسف؟ اسمع فيك، لحظه لحظه برك. هاي حل الميكرو وتفضل. اللي يحب يتفاعل من الأخيان كيف يطلب جاست نطلعوه. محمد، عملت لنا شغب بنتي محمد، خليته ما حضرش الوحدة متاعو. يتكلم مشاهد.
تلقاه على الواتساب يوسف، تلقاه على الواتساب. سراج لا قلت في التليفون. هاي به، ما تبداش خاطر الضيف قاعد يستنى. رجاء المرة الجاية بالله كي نبعث أسئلة للأخيين معناها ماذا بينا يبداو محضرينهم قبل ما يطلع معنا الضيف باش ما نقعدوش. مش مشكلة المرة هذه تكبيس بالله وبرتاج خليه يطلع هبط جملة. يا جماعة كبسوا بالله يرحم والديكم، كبسوا راهو السينيال قوي ياسر. حاضر يوسف. سراج يا اخي انا رجعت نفس كيما بقي ليك ما حبيتش. باهي مالا خلينا نبدا انا حتى نركحوا الامور المره الجايه. باهي اوكي. باهي سي رياض، نبداو في المحور الاول، الاحكام الاخيره في قضيه الجهاز السري. كيف تقرؤون الاحكام الاخيره الصادره في حق عدد من قيادات حركه النهضه؟ لماذا يعتبرها كثيرون احكاما قاسيه وغير مسبوقه؟ تفضل. أهلا وسهلا، مساء الخير. طبعا هي أحكام قاسية وغير مسبوقة، لأنه أكثر من 9 أحكام بالمؤبد طالت قيادات سياسية في قضية مفتعلة. الأحكام هذه ما اكتفتش بالمؤبد، بل أنها أضافت سنوات أخرى طويلة مع حكم المؤبد، وهذا طبعا يعكس عقلية التنكيل والتشفي اللي تتسم بها السلطة. فلذلك معناها تعتبر الأحكام هذه غير مسبوقة، لأنه حتى مجمل القضايا لحد الآن السياسية اللي وقع الحكم فيها ما صدرتش فيها أحكام بهذه القسوة، وعلى هذاك احنا اعتبرناها أحكام غير مسبوقة، وأحكام تعكس شحنة العنف وشحنة الحقد والكراهية اللي تحملها السلطة تجاه كل مخالفين. واضح. لماذا يعتبرها الكثير أحكام قاسية وغير مسبوقة؟ ما هي التداعيات السياسية والحقوقية؟ كيف تلقتها الأسرة النهضوية؟ هو الأحكام هذه هي حبت منها السلطة، الظهر منها السلطة فائض من القوة، أنه عندها القدرة على أنها تصدر أحكام بهذه القسوة حتى ترسل رسائل أنه السلطة هذه ما زالت في عنفوانها وما زالت في قوتها، وهذا في الحقيقة غير صحيح، لأنه الأحكام هذه على عكس تماما بينت اللي السلطة هذه ضعيفة والسلطة مرتبكة، ما عندهاش ثقة في قدرتها على مسك البلاد وعلى إدارة البلاد، ولا ما كانتش تصدر أحكام مثيرة للسخرية كما الأحكام اللي أصدرتها. لذلك الرسالة كانت عكسية. أيضا الأحكام هذه زادت في فضح سياسات السلطة هذه، وكل ما تقوم به تجاه المعارضة السياسية وتجاه كل من يخالفها الرأي، لأنه المجتمع الحقوقي كله واجه هذه الأحكام بالرفض والتنديد، وهذا كما قلت زاد في فضح سياسات السلطة هذه. وتداعياتها هو استمرار في سياسات التنكيل اللي قاعدة تسلك فيها السلطة الآن تجاه كل معارضيها. السلطة عندها اتجاه واحد وعندها سرعة واحدة تمشي بها، وهي السرعة القصوى، والاتجاه كما قلت اتجاه واحد قاعدة ماشية في اتجاهه، وهو محاولة إقصاء كل من يخالفها الرأي. أستاذ نتعداو للمحور الثاني، الشماتة والاستقطاب الإيديولوجي. لاحظنا بعد صدور الأحكام هذه كيف تفسرون موجة الاحتفال بهذه الأحكام لدى بعض الأطراف؟ هل ما زال الصراع مع الحركة الإسلامية صراعا سياسيا أم إيديولوجيا؟
وما أثر هذا المناخ على مستقبل التعايش الوطني، وما أثر. هو الموقف من الأحكام، رغم أنه عملية التنديد كانت واسعة جدا، وهناك طيف متنوع، يعني هناك طيف متنوع من الشخصيات التي نددت بالأحكام هذه وعبرت على رفضها لها، لكن طبعا هناك معناها من مؤيدي السلطة هذه اللي دوافعهم مش بالضرورة هي دوافع إيديولوجية، تنجم تكون أيضا هي دوافع انتهازية ودوافع مصالح إضافة للدوافع الإيديولوجية. وهل الأشخاص هذوما للأسف اللي أبدوا هالمشاعر هذه البغيضة، مشاعر الحقد ومشاعر التشفي اللي تتناقض مع أبسط المشاعر الإنسانية. واضح أستاذ. نمشيو للمحور الثالث، مسيرة الجمعة ومستقبل المعارضة. ما أهمية المسيرة التي دعت لها القوى السياسية والمدنية المختلفة من الرسائل التي تريد المعارضة إيصالها؟ هل تتجه البلاد نحو الاصطفاف ديمقراطي أوسع دفاعا عن الحريات؟ تفضل. المسيرة هذه دعت لها معناها مجموعة من الشخصيات السياسية اللي عبرت على نفسها من خلال عنوان نفس، واللي المسيرة هذه للمطالبة بحرية الإعلام وحرية التعبير، ثم أيضا للمطالبة ب معناها رفع اليد على كل الحريات في البلاد والتوقف عن انتهاك الحقوق. والمسيرة هذه باش تشارك فيها تقريبا كل، إذا كان مش أغلب الأطراف السياسية المعارضة للسلطة، باش تشارك فيها المسيرة هذه. وبالتالي معناها غدوة إن شاء الله تكون مسيرة يعني في مستوى معناها ما هو منتظر من مثل هذه المسيرة، كما قلت في دعم معناها دعم الدفاع عن الحقوق والحريات في البلاد. واضح. ننتقل للملف الفكري. قبل ما ننتقل للملف الفكري، شاركت من خلال الأسبوع الماضي في ندوات ولقاءات دولية بتركيا وماليزيا وفرنسا، حضرها مفكرون وسياسيون وحقوقيون من مختلف أنحاء العالم للمطالبة بإطلاق سراح الشيخ راشد الغنوشي وبقية المعتقلين السياسيين. كيف قرأتم هذا التضامن الدولي؟ وهل أصبح الغنوشي اليوم رمزا لقضية تتجاوز حدود تونس؟ ولماذا تحول الاهتمام من شخصه إلى فكره وتجربته؟ هو الشيخ راشد الغنوشي طبعا هو ليس مجرد شخصية وطنية معناها عندها تلعب في أدوار رئيسية سياسية في تونس، ولكن أيضا عنده إشعاعه الدولي وإشعاعه الخارجي، ولذلك جاءت كل هذه التحركات من كل أصدقائه وكل المتعاطفين معه في العالم للتعبير على تضامنهم معه وعلى المطالبة بإطلاق سراحه. كانت في اسطنبول في البداية ندوة يعني حول مسألة التوافق، وحضروا فيها يعني كثير من المتدخلين من 6 بلدان تقريبا، بمعناها تركيا و5 بلدان عربية، وكان الحضور جماهيري وحضور جيد جدا، وعبر كل الحاضرين على تعاطفهم مع الشيخ راشد وعلى كما قلت مطالبتهم بإطلاق سراحه. ثم جاء مؤتمر ماليزيا اللي كان أيضا في نفس الإطار، كان مؤتمر أيضا للتعريف بالشيخ راشد الغنوشي وللتعبير على التضامن معه. ثم أخيرا التجمع الذي حصل في باريس واللي نظمته منظمات مجتمع مدني، وأيضا كان في نفس الاتجاه والمطالبة بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين. طبعا الشيخ راشد الغنوشي ليس فقط شخصية سياسية، ولكنه أيضا شخصية سياسية وشخصية فكرية. لذلك كثير من هذه المؤتمرات تجمعت حول أفكاره ومشروعه الذي أسسه، ودارت حوارات مهمة وحوارات ثرية حول هذا الموضوع. واضح. الباب الثاني، راشد الغنوشي، الفكرة والتجربة. المحور الرابع، من الزعامة إلى المشروع الفكري. كيف تقرؤون موقع الشيخ راشد الغنوشي بعد 3 سنوات من اعتقاله؟ هل أصبح صاحب مدرسة فكرية مستقلة؟ ما أبرز الأفكار التي سيحتفظ بها التاريخ في تجربته؟
هو السلطة لما اعتقلت الشيخ راشد الغنوشي كان هدفها هو تغييبه عن الساحة السياسية وعزله وتهميشه، ولكن اللي حصل هو العكس تماما، لأنه بهذا الاعتقال زادت أهمية الرجل، زادت التغطية الإعلامية يعني لحضوره، وبالتالي اعتقاله معناها زاد من حضور الشيخ راشد الغنوشي في النقاشات السياسية والنقاشات الفكرية في تونس وخارج تونس. وبالتالي الهدف اللي حبت توصل له السلطة من محاولة تهميش وعزل الشيخ راشد الغنوشي فشلت في تحقيقه. والآن بعد 3 سنوات مرة أخرى يبرز الشيخ راشد الغنوشي باعتباره الشخصية السياسية الأولى في تونس، وباعتباره من أهم الشخصيات السياسية الفكرية في العالم العربي والإسلامي وحتى الدولي. وكي نشوفوا قائمة المتضامنين معه وتنوعها وأهمية الشخصيات اللي موجودة في هذه القائمة، الشخصيات الفكرية والسياسية في العالم، نتأكد مرة أخرى من أهمية هذا الرجل ومن ثقل هذا الرجل، سواء كما قلت في المجال السياسي أو في العلاقات الدولية أو حتى في الحوارات الفكرية اللي كانت تدور. واضح. الحرية والتوافق، هل الحرية أم التوافق هي الفكرة المركزية في مشروع الغنوشي؟ هو الحرية هي شرط أساسي، لأنه لما تتحرر إرادة الإنسان وقتها تكتمل مسؤوليته على كل ما يقوم به من أعمال. أما في غياب الحرية هذه فإنه تصبح مسؤوليته محدودة أو غير موجودة حتى تماما. لذلك كان الحرية هو الشرط الأساسي لبناء المشروع الفكري والسياسي لحركة النهضة، والذي عبر عنها الشيخ راشد الغنوشي. التوافق هو الأداة باعتبار أنه حالة الانقسام اللي يعيشها المجتمع التونسي بسبب طول فترة الاستبداد، بسبب غياب الحوارات بين الفاعلين السياسيين والفاعلين الفكريين، كل هذا خلق نوع من التنافر ومن الانقسام في المجتمع التونسي بين إسلاميين وعلمانيين وليبراليين وقوميين وتجمعيين وغيرهم، يعني من التقسيمات الموجودة في المجتمع التونسي. وبالتالي التوافق هو الآلية اللي ممكن تجمع كل هؤلاء أو أغلبهم على الأقل من أجل المحافظة على الاستقرار في المجتمع التونسي ومن أجل إعادة بناء الدولة. بالتالي كما قلت الحرية هي شرط أساسي للمسؤولية، والتوافق هو أداة بناء الدولة وأداة المحافظة على وحدة المجتمع. واضح. هل أصبح به لماذا اعتبر التوافق ضرورة وطنية وحضارية؟ هل ما زالت هذه الفكرة صالحة اليوم؟ احنا في المؤتمر اللي نظمناه في اسطنبول حاولنا ان ندفع بفكره التوافق الى الامام. يعني تجربه التوافق الوطني اللي حصلت في تونس على امتداد عشريه الانتقال الديمقراطي، واللي حسنت المجتمع التونسي الى حد كبير جدا من حاله الانقسام والتشظي والصراع اللي هو عايشها، حبينا نخرج بالتجربه هذه الى افق اوسع اللي هو على مستوى الامه العربيه والامه الاسلاميه. طبعا تونس ما هي إلا عينة صغيرة يعني مقارنة بالوضع العام، لكن حالة الانقسام اللي عايشتها الأمة سواء انقسام إيديولوجي أو انقسام عرقي وإثني، يعني احنا على مستوى أمتنا الإسلامية والعربية عندنا انقسام بين سنة وشيعة، عندنا انقسام بين عرب وغير عرب، عندنا انقسام بين إسلاميين وليبراليين وغيرها من الانقسامات. التوافق مثلما نجح في تونس في حماية المجتمع وفي المحافظة على وحدة المجتمع في مرحلة حساسة من تاريخها، فإنه أيضا يمكن أن يكون أداة لمحاولة البحث على وحدة عربية أو وحدة إسلامية، وحدة شعورية ووحدة ثقافية ووحدة فكرية تخلي الأمة قادرة على مواجهة التحديات الخارجية اللي تهدد وجودها وتهدد كيانها في هالمرحلة الحساسة اللي تمر بها. واضح. نمشيو للمحور السادس، الأمة
هذا هو معناها اليوم ما هي شروط تحقق سيادة الأمة؟ هي الوحدة الداخلية، والوحدة الداخلية في ظل حالة التنوع الثقافي والإثني وحتى الديني والإيديولوجيا التي تشق الأمة. التوافق يمكن أن يكون آلية لتوحيد الأمة ولجمع صفوفها، لأنه في الحقيقة ما نجموش نتحدثوا على سيادة وما نجموش نتحدثوا على علاقات ندية مع الخارج، وما نجموش نتحدثوا على مصالح للأمة يمكن أن تتحقق على المستوى الدولي إذا كان هي ما زالت تعاني من الانقسام الداخلي. ولذلك كما قلت لك معناها التوافق هو آلية توحيد الأمة من أجل أنها تستطيع أن تواجه تحدياتها الخارجية. واضح. هل يعيش العالم الإسلامي أزمة سيادة أم أزمة مشروع؟ العالم الإسلامي يعيش أزمة مشروع، وغياب المشروع هو اللي أثر وأهدر قيمة السيادة. يعني اليوم الأمة لا تجتمع حول مشروع واحد، وعدم اجتماعها حول مشروع واحد هو الذي جعل أهدافها تبدو ضبابية وغير واضحة. لذلك معناها وجود مشروع ثقافي ومشروع حضاري داخل الأمة هو الذي يعزز كيانها ويعزز صمودها، وبالتالي يعزز سيادتها في الخارج. واضح باللي تكبيس وبرتاج. نمشيو للسؤال الموالي. ما أهمية الحوارات الفكرية العابرة للحدود في هذه المرحلة؟ طبعا كما احنا نأكد على أهمية الحوار بين المكونات السياسية في الداخل، فإنه أيضا نأكد على أهمية أيضا الحوار معناها العابر للحدود، لأنه أيضا شرط أساسي كما قلت من شروط توحيد الأمة. وهذا هو معناها الهدف من تنظيم هذه الندوة، هو جمع النخب العربية والنخب الإسلامية من أجل إدارة حوار ناجع وفعال بيناتهم، يعني لإعادة البناء الحضاري الفكري والثقافي للأمة. أستاذ، ما أثر هذه الملفات على صورة تونس ومستقبلها الديمقراطي؟ اليوم نشوفوا معناها الملفات المعتقلين السياسيين والأحكام اللي قاعدة تصدر هذه، والوضعية معناها متاع الحقوقية في البلاد والوضع القضاء في تونس. الأثر متاع الملفات هذوما على صورة تونس ومستقبلها في الخارج. طبعا احنا خلال عشرية الانتقال الديمقراطي كنا نسوق لتونس في الخارج من أجل يعني كنا نسوق لتونس في الخارج من خلال تجربتها الديمقراطية ومن خلال صورتها في العالم. لكن الآن يعني للأسف صورة تونس في الخارج صورة سلبية جدا، وهذا سبب من أسباب العزلة اللي تعاني منها تونس الآن، وهذا سبب من أسباب العلاقات المتوترة ربما اللي موجودة بين النظام التونسي وبين كثير من شركاء تونس التقليديين. واضح. أي تونس نريد؟ لماذا تعثر الانتقال الديمقراطي؟ الانتقال الديمقراطي تعثر لأسباب داخلية ولأسباب خارجية. تعثر لأسباب داخلية باعتبار أنه حالة الانقسام الداخلي وعدم القدرة على بناء مشروع وطني والتوحد حول مشروع وطني، هذا أثر طبعا على قدرة يعني المجتمع التونسي وعلى قدرة النخب التونسية على بناء ديمقراطيتها. ثم هو أيضا لأسباب خارجية، لأنه للأسف ثم قوى إقليمية ما كانش من مصلحتها أنه ينجح أو أنها تنجح تجربة الانتقال الديمقراطي، وسعت بكل الوسائل من أجل إفشال هذه التجربة، وهذا هو اللي أدى إلى ما وصلنا إليه اليوم. أستاذ رياض، ما المشروع الوطني الذي تحتاجه تونس اليوم؟ تونس اليوم تحتاج إلى مشروع ديمقراطي، لأنه كل المشاكل اللي نعاني منها الآن
هي مشاكل معناها تتعلق بالاستبداد، بالحكم الفردي. وهذا طبعا معناها أثر على الطريقة التي تدار بها الدولة، وأثر على معناها نجاعة مؤسسات الحكم، باعتبار أن الحكم الفردي جلب لنا يعني ضعف اقتصادي، ضعف معناها على مستوى الأمني، وأدى إلى ترهل مؤسسات الدولة. فبالتالي هذا دليل واضح على أنه الاستبداد مش ممكن يكون حل في البلاد، وأنه المؤسسات الديمقراطية هي المؤسسات الأفضل والأنجع معناها لإدارة البلاد. كيف يمكن استعادة الثقة بين الدولة والمجتمع؟ استعادة الثقة بين الدولة والمجتمع باحترام إرادة التوانسة، يعني احترام إرادة التونسيين، والتوقف على انتهاك كرامتهم وإعطائهم حقوقهم هو اللي يخلي التوانسة يستعيدوا ثقتهم في مؤسساتهم وفي دولتهم. لكن اللي حاصل اليوم من إذلال للتونسيين ومن انتهاك لأبسط حقوقهم وتدهور وضعهم الاقتصادي وغياب العدالة الاجتماعية والوضع المزري اللي أصبحت عايشة فيه البلاد، طبعا هذا باش يخلي المجتمع يفقد ثقته أكثر في المؤسسات وفي الدولة، وبالتالي يمكن يؤدي هذا إلى انفجار اجتماعي يعني تكون عواقبه وخيمة على البلاد وعلى المستقبل. واضح أستاذ. سامحني بالله قاعد نعترض على السينيال. تفضل. نتعداو المحور التاسع، الجيش والدولة ومستقبل الاستقرار. كيف قرأتم الجدل الذي أثاره مقال صحيفة الفوليو حول المؤسسة العسكرية؟ والله احنا ما نعرفوش شنو مصدر المعطيات اللي انطلقت منها الصحيفة هذه، ولكن كان واضح أنه البيان اللي أصدره الجيش معناها بيان لافت، لأنه ماهوش من عادة المؤسسة العسكرية التونسية أنها تصدر بيانات وبلاغات تخاطب بها الرأي العام، ولكن إصدار هذا البلاغ يعني ألقى بكثير من الأسئلة في الساحة السياسية، وخاصة تأكيده على معنى الحياد ومفهوم الحياد اللي ما نجمناش نفهمه برشا، أو ما زال موضوع جدل كبير. ورغم أنه بعض أبواق السلطة حاولوا يسوقوا لأنه مفهوم الحياد المقصود به هو أنه يعني رد على المعارضة وعلى ربما بعض التصريحات من المعارضة اللي تحدثت فيها على تحميل الجيش المسؤولية، ولكن الحقيقة الإجابة هذه ما كانتش واضحة بالشكل الكافي، لأنه معناها مفهوم الحياد في المعنى هذايا معناها أيضا يمس السلطة السياسية في البلاد وعلوية القانون، وبالتالي معناها يمس علاقة المؤسسات وبعضهم في البلاد. أستاذ، ثم ناس تقول لك البلاغ هذا ماهوش صادر عن المؤسسة العسكرية، الناس تشكك فيه، فهمتني ولا؟ وخاصة كي تلقاه أنت في وسيلة إعلامية، في جريدة، فهمتني ولا، تابعة معناها الحزب الحاكم في إيطاليا، ويأكد على أنه الجيش في خدمة الوطن ليس في خدمة الأشخاص. هذا اللي جاء في المقال هذا. هل هذا تأكيد من الجيش التونسي على حياده الجمهوري؟ معناه هو البلاغ كان واضح، البلاغ هو كان فيه تأكيد على أنه الجيش معناها كان يدافع على موقعه وعلى موقفه، ويدافع على نفسه من أجل أنه يكون جيش محايد بعيد على المؤسسات، ويعني بعيد عن الاستغلال السياسي اللي أو عن خطر التوظيف السياسي اللي أرادته السلطة. وبالتالي ما عندناش تفسير أكثر من هكا. واضح. نتعداو للمحور العاشر. يا جماعة، اللي يحب يتفاعل راهو المجال موجود، يطلب كاس باش يطلع يتفاعل به. هل تقترب البلاد من مرحلة سياسية جديدة؟
يبدو أن كل المؤشرات الآن تبين أن هناك تغيير في البلاد. معناها الآن الوضع الاقتصادي وضع متردي جدا، يعني تعيش تونس كما قلت البلاد مهددة بالانفجار يعني الاجتماعي. مستوى الأسعار والوضع الاجتماعي سيء جدا، معناها البطالة بشكل واسع. شفنا الظروف اللي تعدى فيها العيد الكبير وعدم قدرة العديد من العائلات معناها على أنها تشري يعني عيدها وتعيد كما تعودت. هذا بالطبيعة قاعد يأثر على الوضع الاجتماعي العام. أيضا نشوفوا في الطريقة التي تدار بها الدولة واللي قاعدة تساهم في تفكيك مؤسساتها بشكل كبير جدا، والآن أصبح المرفق العام مهدد بجدية، ووضع التعليم، الامتحانات الوطنية والظروف اللي مرت فيها، الوضع الصحي، الوضع الإداري. ثم أزمة كبيرة موجودة الآن على مستوى تسيير الدولة بسبب السياسات العبثية والاعتباطية اللي تسلك فيها السلطة واستهدافها لأهم إطارات الدولة، يعني بالتجميد وإلا بالإحالة على التقاعد الوجوبي أو غيره. أيضا اليوم وضعية المهاجرين من جنوب الصحراء والضغط الأوروبي المسلط على تونس من أجل توطين المهاجرين هذوما، والاتفاقية اللي أمضى عليها قيس سعيد مع الاتحاد الأوروبي ومع الإيطاليين، واللي قبل بمقتضاها توطين عشرات الآلاف من المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس. ونشوفوا اليوم الأزمة الكبيرة اللي تسبب فيها الاتفاق هذايا. طبعا كل هذا قاعد يتفاعل مع بعضه ويؤشر بجدية إلى أن البلاد مقدمة على تغيير سياسي قد لا معناها قد يكون خلال ربما الأشهر القادمة. هل مازال الحوار الوطني ممكن ومن المطلوب اليوم؟ ما أعتقدش الآن أنه إذا المقصود بالحوار الوطني والحوار مع السلطة، ما أعتقدش الآن أنه السلطة عندها الاستعداد للحوار في ظل سياسات التنكيل والتشفي اللي قاعدة تعمل فيها في البلاد، في ظل الخطاب المتوتر اللي قاعدين نسمعوا فيه الآن. ما أعتقدش أنه السلطة هذه ما زال عندها استعداد للحوار، وما أعتقدش أيضا أنه المعارضة ما زال عندها معناها من الملفات التي يمكن أن تحاور فيه هذه السلطة. يبدو أنه قطيعة نهائية الآن بين المعارضة والسلطة، وبالتالي كما قلت البلاد في طريقها ربما للتغيير، وربما في طريقها للدخول لأنه يعني لصفحة جديدة سياسية تمر بها تونس. أستاذ، حسب رأيك ما المطلوب اليوم من السلطة وكذلك ما المطلوب من المعارضة؟ السلطة كما قلت خيارها واضح، وبالتالي معناها هو مزيد من العنف ومزيد من التنكيل ومزيد معناها من الحقد واللي قاعد تسلط فيه على المعارضة. هذا قاعدين نشوف فيه على المجتمع التونسي، وبالتالي ما نعتقدش أن السلطة ممكن أنها تتراجع على النهج هذا. والمعارضة اليوم المطلوب منها هي أنها تلتقي وتتوحد، لأنه كما قلت البلاد تنجم تكون مقدمة على تغييرات كبيرة، وبالتالي الأصل فيه هو أنه يكون ثم مشروع سياسي جامع لإعادة بناء النظام الديمقراطي في تونس والاستجابة لانتظارات المواطنين الاجتماعية والاقتصادية. لابد من أن المعارضة تلتقي على برنامج واضح وعلى رؤية واضحة في الإطار هذا. واضح. نمشيو قبل ما نمشيو للمحور الباب الرابع. أستاذ رياض، فما محاولات اليوم قاعدة تصير على مواقع التواصل الاجتماعي، فما مبادرات يقودوا فيها مجموعات من ناشطين على المواقع التواصل. المبادرات هذه ما زلنا ما ينش فاهمين شكون وراها. معناها السياسيين عندهم علم بهالمبادرات هذه والا جبهة الخلاص والا ما نعرفش، فهمتني؟ باش تبدا تكون معناها مبادرة الناس تطمئن لها، فهمت؟ حتى صارت قبل المبادرات وفشلت. أي هو جدية المبادرات ترتكز على شيئين. أولا على طبيعة الحلول اللي تطرحها، يعني المبادرات اللي تطرح حلول نتاع تعايش بين التوانسة
والمبادرات اللي تطرح حلول للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب اللي عايشته البلاد ولإنقاذ الوضعية الاقتصادية الصعيبة اللي تمر بها البلاد، طبعا هذه مبادرات جدية ويمكن التعامل معها، ولكن هذا وحده غير كافي، لأنه أيضا المبادرات لابد أن تعبر على ميزان قوة سياسي موجود في البلاد. يعني الأطراف اللي تطرح في مبادرات لابد أن يكون عندها حضور سياسي بشكل ما حتى المبادرة تاعها تأخذ بجدية. أنا دعوتي أنه كل هذه المبادرات أنها يعني تحاول أنها تلتقي وتحاول أنها تقرب من بعضها حتى ما نلقاوش رواحنا قدام بازار يعني نتاع مبادرات وفسيفساء نتاع أفكار اللي ربما نلقاو صعوبة في تجميعها. ولكن من المهم جدا أنه كل من هو صاحب مبادرة أو كل جهة تطرح مبادرة تعتقد أن مبادرتها جدية لإنقاذ البلاد وإخراجها من أزمتها أن تحاول تقترب من المبادرات الأخرى وتوحد معها وتنسق معها باش نجموا نلقاو أنفسنا قدام مبادرات تتوفر فيها الشرطين هذوما اللي هو جدية المضمون تاع المبادرة وجدية الأطراف اللي رفعتها. واضح. لكن فما مبادرات تدعو لأنه السياسيين والناس الكبار في السن اللي شاركوا قبل في حكومات واللي قادوا المرحلة الماضية ما يعاودوش يكونوا معناها يكونوا متواجدين في المبادرات هذوما وإلا في المستقبل. هذوما فما بعض المبادرات تدعو إلى ذلك وقال لك نعطيه الفرصة للشباب وخلي الشباب هو اللي يقدم وهو اللي باش يقود وهو اللي باش يخرج الشارع وهو اللي باش يعمل كل شيء. نحب نسمع منك سريان. هو الجدارة السياسية لا توهب، وإنما الجدارة السياسية تفرض في الواقع. فالطرف اللي يرى في نفسه جدارة في أنه يقود البلاد لابد أن يثبت ذلك من خلال الحضور الميداني ومن خلال المساهمة في النضال ضد السلطة هذه والعمل على إسقاطها واستعادة المسار الديمقراطي. ولابد أيضا أنه يعبر على مستوى عالي من الوعي بالشكل الذي يجعله قادر على تقديم البدائل وعلى محاورة بقية الفاعلين السياسيين. هذه قضية شباب وما هو الشباب. أخشى أنه المدخل لهذا الموضوع هو مدخل خاطئ، لأنه إحنا كنا في وقت من الأوقات شباب وافتكينا جدارتنا السياسية في الواقع مش من خلال أنه نطلب من الأكبر منا سن أنه ينسحبوا، ولكن من خلال تقدمنا احنا النضالي في الميدان وافتكاك مواقعنا عن جدارة. فبالتالي سواء كان شاب وإلا ما هو الشاب اللي قادر باش يفك موقعه عن جدارة في الواقع فهو أهل للقيادة وأهل للتقدم. ولكن مش ممكن يعني أنه ناس تقعد راقدة في ديارها وتقول والله يوخروا الكبار وخلي يقدموا الشباب. يعني احنا في وقت من الأوقات كنا في التحركات نحضروا، كان معنا مجموعة من الشباب وكانوا متقدمين وماخذين مواقعهم القيادية في الحراك الميداني والحراك السياسي. وأحسن أيضا أنه إلى حد الآن ثم مجموعات شبابية ما زالت ناشطة في الساحة، وهذا شيء إيجابي وهذا ما يتناقضش مع ذلك. واضح. عندي سؤال أنتي سيستيم طرحوا سؤالي: هل يكون الحل حسب رأيكم داخلي أم خارجي؟ ما معناها أنا ما نتنبأش، ولكن أنا نتحدث عن المبدأ. نقول أنه المبدأ هو أنه الحل لابد أن يكون حلا وطنيا. هذا المبدأ. احنا ديما مع رفض التدخل الخارجي، ديما نقولوا أنه راهو التوانسة هم اللي يلزمهم يلقاو حل وهم اللي يلزم يعملوا الحل هذايا فيما بينهم. بالتالي التدخل الخارجي دائما هو ما نجمش حتى واحد يوافق على هذا التدخل هذايا. هذا المبدأ. من حيث الواقع كما قلت أنا ما نجمش نتنبأ معناها، ولكن احنا كقوة سياسية نعمل من أجل أن يكون الحل دائما حل وطني داخلي. عندنا 80 دستور 80 يقول: سياق كامل هيئ له وملامحه توضحت أكثر، والمؤسسة السيادية تتحمل جزء كبير من التردي. في كل الأحوال احنا توا نبحث على شكون يكونوا شركائنا في بناء تونس المستقبل، مش شكون يرجع بينا التالي.
باش نشوفوا شكون اللي يتحمل المسؤولية الأكبر ولا أقل. احنا كلنا نتحملوا مسؤولية، سواء سياسيين وإلا مؤسسات، كلنا نتحملوا جزء من هذه المسؤولية على اللي يوصلوا البلاد الآن، وكلنا مطالبين باش نقوموا بمراجعاتنا، وكلنا مطالبين أيضا باش نخزروا وننظروا للمستقبل، لأنه البلاد هذه مش ممكن باش تنهض إلا بكل شعبها وبكل فئاتها ومكوناتها، مش بفريق دون فريق آخر. بالتالي لا يجب أن يكون الرجوع إلى المسار الديمقراطي أو حصول تغيير سياسي في البلاد ما يلزمش يكون على حساب جزء من المجتمع، لأن وقتها باش يكون أعرج. واضح. عماري منيا تقول لك هناك حديث عن تكوين مجلس وطني يقود المرحلة. ما عنديش فكرة، أنا ما سمعتش الموضوع هذا، لكن مجلس وطني من أين سيستمد شرعيته؟ ما ثماش شرعية أخرى خارج الصندوق. بالتالي ما مش ممكن، يعني إذا كان حصل تغيير في البلاد فإنه طبعا المسار هذا اللي بدأ من 25 جويلية وإلى حد الآن كله سيقع إلغاؤه، يعني بقوانينه وبمؤسساته، والتوانسة يلزموا يجلسوا مع بعضهم ويتفقوا على آليات للمسارعة بعودة المسار الديمقراطي من جديد. مش ممكن باش يكون ثم مجلس وطني منصب طبعا، لأنه هذا باش يثير من المشاكل أكثر مما يقدم من الحلول. بالله كنا ضد المنقلب وإلا يوسف، حاولوا كيفاش تتصلوا بسليم، خاطر سليم الوكيل عنده صاحب مبادرة وريتو طلوا وحبيتوا أنا كان يتدخل مع سيرياب باش يعطيه فكرة عن المبادرة متاعهم، فهمت يعني، خاطر هي المبادرة الأقرب اللي تنجم تكون أقرب للواقع، خاطر كمبادرة هم باش يبداو يعملوا عمل ومن بعد باش يحبوا يعملوا مجلس وطني يشاركوا فيه الأحزاب تحت إشراف الأحزاب. باركونتر الآخرين السيريات الآخرين الكل يحبوا يقصيوا الأحزاب ويعملوا هما. تفضل يوسف تفضل. تنجم تعرض المبادرة الجديدة اللي صارت هذيك اللي عرفتها على الفيسبوك؟ اي قول كان عندي تحت شعار شبكة مواطنون اللي تأسست معناتها أصدرت بيان التأسيس بتاعها. كيف بكم بها المبادرة هذه؟ شفتها طبعتها من خلال الفيسبوك، شفتها يعني ما موجودة، أفكارها يعني أفكار جيدة، ولكن كما قلت معناها هو لابد من إثبات الجدارة السياسية لأي مبادرة، بمعنى أنه الأفكار جيدة هذا ممتاز، ولكن ننتظروا يعني الاتصالات اللي باش يقوموا بها ربما القائمين على المبادرة هذه، ومدى استجابة الساحة السياسية للاتصالات هذه. حسب ما نعرف الشعب له خارطة طريق وطنية معناتها الخروج بالأزمة وباش يقدموها للأحزاب السياسية معناتها المقترحات. يعني ما نجموش نناقشوا حاجة مازالت ما تعملتش، يعني كي يعملوا حاجة تو نناقشوها طبعا. هذه سيريال، هذه المبادرة الأقرب اللي معناها احنا قرينا فيها اللي هي تنجم تخلينا معناها أن نمشي وراها، أما المبادرات الأخرين فيها إقصاء. الأفكار اللي عبرت عليها المبادرة ما حولهاش خلاف كبير. هذه مبادرة مواطنون أو شبكة المواطنين، أو مش عارف شو اسمها بالضبط، فالأفكار اللي عبرت عليها ما عليهاش خلاف، ولكن فقط نشوفوا قدرة المجموعة هذه على جمع التأييد حول المبادرة هذه باش تولي عندها جدارة سياسية، وبالتالي ننتظروا نتيجة اتصالاتهم بالأحزاب حتى نعرفوا شنو هو الأفق تاع المبادرة هذه. هذا اللي طلبته منهم، قلت لهم تتصلوا بالأحزاب، والأهم هو أنه تاخذوا أكثر عدد متاع موافقة من الأحزاب اللي باش تكون معكم، لكن المبادرات الأخرين كلها إقصائية، ما تسمعش حس اسم الأحزاب، ما تسمعوش، الناس تحب تتخلص من يعني إذا كان المبادرة مش تتبنى على نفس الأفكار اللي قائمة عليها السلطة الآن، يولي ما عادش عنده حتى معنى، لأنه السلطة الآن قائمة على مشروع إقصاء الأحزاب وتهميشها، مش الأحزاب فرق الأحزاب وحتى منظمات المجتمع المدني، فبالتالي معناها مش ممكن الديمقراطية الأعمدة، واحدة من الأعمدة نتاعها هي الأحزاب، كما أيضا أعمدتها هي استقلال القضاء واستقلال السلطات، كما أيضا من أعمدة نتاعها هي الشرعية الانتخابية إلى آخره. يعني السقف هذا الديمقراطي راهو ماهوش واقف في الهواء. نقولوا دولة ديمقراطية
ما هيش هكاك حاجة يعني مجرد تقييم معناها أدبي. لا، هو راهو في الواقع الديمقراطية دي قائمة على أعمدة. واحد من هذه الأعمدة هو الحياة الحزبية. إذا كان ما ثماش حياة حزبية راهو صعب جدا باش تلقى مناخ ديمقراطي في أي بلد من البلدان. واضح. محمد عندك تدخل ولا نواصل؟ محمد حل الميكرو يا عندي محمد. هيا باهي حل الميكرو. التدخل هيا. متاعي هو اللي الناس اللي كانت مع مسار قيس سعيد هما تو يقودوا في المبادرات. كيف نجم نسمي لك واحد أسامة بن عرفة اللي كان في وقت من الأوقات كان يسب في حركة النهضة تو ايش أصبح مسابي؟ نظام قيس سعيد. هل هذا من الناس لمن نجم نحرك الشارع أو لا؟ والعديدين عديدين. ما محمد كما قلت لك أنا معناها ثم مفهوم اسمه مفهوم الجدارة السياسية. معناها واحد معناها الجدارة السياسية معناها عنده أفكار إيجابية قاعد يطرح فيها، وعنده مصداقية في الواقع ومقبولية لدى الناس. هذوما زوج شروط. فإذا كان ثم طرف ما عندوش أفكار واضحة يطرح فيها، وفي نفس الوقت ربما ما عندوش معناها مقبولية، فهذه ما معناها واضحة المبادرات هذه ما عندها وين توصل. ما فما شويه خطر سيرياض اللي هما الناس هذوما تلموا مع بعضهم كيما بديده كيما الخال كيما ددو ولا شكون وهدايا. لا راك الله حاسيلو اسمع اسامي. المجموعة هذيا السراج، المجموعات هذيا بالطبيعة تحب تأسس معناتها، تحب تأسس نظام في المستقبل ما غير قال لك معناتها حركة النهضة حتى شيء ما يحبوش وجوه الخراب معناتها اللي حكمت البلاد. الحضور الميداني، الحضور في الساحة هو الأساس في العمل السياسي. الحضور الافتراضي هذا حضور مكمل، بالتالي الأشخاص اللي تذكروا فيهم اللي هم عندهم حضور افتراضي وربما ما عندهمش حضور ميداني، معناها هذم غير قادرين على التأثير في الوضع. فبالتالي الحضور الميداني حضور مهم جدا، وأنا مانيش قادر في اللي ذكرتوهم الآن أنهم بالأهمية اللي تجعلنا نقعد نضيع وقتنا ونقعد نناقشوا في ايوه كلام صحيح. هي انا نزيد ناكد كلامك سيرياض. الحضور الافتراضي تحكم فيه سبونسورينغ. مثلا توا اللي راهو فيهم الصفحات هذوما راهو بالفلوس، الناس تدفع في فلوس باش تطلع اللوديمات نتاعها، باش هذه نعرفوها سبونسورينغ يعملوهم في، وخاصه هما تو في الخارج فهمتني ولا؟ بالطبيعه باش تلقى عنده 1000 و2000 يتبعوا فيه، وقت اللي هو معناه قاعد راهو بالفلوس، ماهوش عفويا معناه الناس قاعده تتبع فيه فهمتني. وهو يعمل الشيء هذاك باش العباد وقت يترى النومبر دو فيو يوليو يتبعوا فهمتني. هذاك علاش نقول انا نردوا بالنا. يلا خلينا نقدموا. سؤال اخر جاني، لا يوجد حل او حلول يمكن ان بحث العون، لا يوجد حل او حلول يمكن ان يحلحل الراكد، ولكن الواضح هو ان القادم فيه اكراهات. مازال احنا القادم ماهوش واضح عندنا، ولكن الإكراهات ضرورية في السياسة. يعني بمعنى أنه كل فاعل سياسي وكل ناشط سياسي مش معناه أنه مش يلقى قناعاته الكل مش يلقاها في الواقع، لأنه هو لما يخدم مع الناس الآخرين ضروري باش يتنازل على بعض قناعاته باش تنجم الناس تلتقي مع بعضها. بالتالي الإكراهات ديما مش تقعد موجودة، ولكن المهم في الأخير مش معناها الطريقة اللي كل واحد منا يشوف فيها وضع البلاد بشكل منعزل عن الآخرين. المهم في البلاد هو اتفاقنا الكل على رؤية واحدة تجمعنا حول البلاد. كل جهة لازم باش تقدم فيها شوية تنازلات باش نلقاو الأرضية الوطنية المشتركة اللي نتفقوا عليها باش نسيروا بها البلاد في المستقبل. اي نعم. يلا يا جماعة. سراج الصوت ما وش واصل. دقيقة باهي سي بون توا تحل الميكرو كما حبش تحلي الميكرو. أستاذ، في ظل التسحر السياسي في البلاد من ترونه قادر على تجميع الشعب على كلمة السواء؟ الميكرو سرياضة، الميكرو مسكر. سامحوني. قلت اللي ينجم يجمع التوانسة هو مشروع وطني جامع
للتوانسه الكل ويعبر على التوانسه الكل. ما هو شخص، احنا عمرنا ما كنا نخدمه من اجل شخص والا نشوفوا انه ثم شخص واحد ينجم يكون هو منقذ والا مخلص البلاد. احنا نخدمه من اجل مشروع سياسي، المشروع هذايا يرجع الديمقراطيه للبلاد، يحترم حقوق الناس، يعطي حريه للتوانسه، يضمن لهم كرامتهم، يضمن لهم العيش الكريم، يضمن لهم قيام الدوله بالخدمات الضروريه اللي لابد ان تقدمها لكل مواطن. هذا هو المشروع اللي احنا ندافع عليه ونحكيو عليه، بالتالي ماناش قاعدين نحكيو على اشخاص. واضح أستاذ. بح. لا يمكن أن ننفي وأن الغرب خير مصلحته بالسكوت متعمدا واعطاء الفرصة للعبث. هو طبعا لأنه الغرب جرى لمصالحه، يعني نهار 25 جويلية نهار الانقلاب اللي صار في تونس، الغرب توقف عن دعم الديمقراطية وجرى يحافظ على مصالحه ويحاول يتصل بالسلطة هذه باش يحافظ على مصالحه. في وقت من الأوقات راهن الغرب على السلطة هذه من أجل محافظته على مصالحه. اللي ما عطاتوش الديمقراطية للغرب أعطاه لهم قيس سعيد. حالة الاختراق اليوم اللي موجودة في البلاد من الغرب كبيرة. طول النهار وقيس سعيد يحكي على السيادة الوطنية، ولكن هو فرط في السيادة الوطنية. الاتفاقيات الهجرة كما قلت اللي صارت مع الاتحاد الأوروبي، معناها ما نجمش الاتحاد الأوروبي ياخذ الاتفاقيات هذه في العشرية الانتقال الديمقراطي، ولكن لما جاء قيس خذاها الاتفاقية هذه بشكل كامل. نشوف اليوم شنو قاعد صاير للقوافل دعم غزة وأسطول الصمود. هذا كان جينا في مرحلة الديمقراطية ومرحلة الانتقال الديمقراطي ما كانش تصير الشيء هذا، ولكن للأسف معناها السلطة هذه أعطت للغرب اللي حب عليه، ولذلك الغرب مشى في دعم هالسلطة هذه حتى اكتشف في النهاية أن السلطة هذه راهي ما تنجمش تستمر لأنها تفتقد مقومة الاستمرار. ولذلك معناها اليوم ولت تكتب الصحف الغربية أن الوضع في تونس مهدد بالانفجار، وأن البلاد ربما قادمة على تغيير كبير، وأنه قيس سعيد غير قادر على أنه يمسك البلاد، وبالتالي أيضا مرة أخرى مشاو يجري وراء مصالحهم. بالتالي الغرب دائما يجري وراء مصالحه، ماهوش معني لا بالديمقراطية ولا بحقوق الإنسان ولا بأي مشروع وطني يدافع عليه التوانسة. أستاذ، فما ملف مهم جدا ويمثل قنبلة منقوطة وهالأيامات. اليوم فما حملة ونتاع عنف قاعدة تتصاعد، فهمتني ولا؟ هو ملف باهي هذا، خلنا نبعثوه ورا الصحب. حياك بابا حياك، أنا نمشي بحذاه. السراج فهمتني هكا. باهي نقول اليوم فما ملف الأفارقة، ملف خطير برشا، والشيء اللي قاعد يصير هالايامات فما حملات نتاع كيما تشنج، حملات نتاع تهييج، واليوم وقعت فما اعتداءات في تونس. اليوم فما اعتداءات، فما افارقه وقع الاعتداء عليهم بالعنف، فما شكون معناها وصلنا حتى لحالات الاكستريم. اليوم نجموا نقولوا ربي يستر لا تصير مشكله كبيره في تونس، فهمتني؟ العدد نتاع الافارقه مش صغير، العدد نتاع الافارقه مش صغير، وناس هاك تشوف فيها معناها تنجم تعمل كل شيء. تفضل. هو راهو المؤسف جدا اللي حصل الآن فيما يتعلق بإخوتنا من جنوب الصحراء، ومش فقط مؤسف ولكن محزن أيضا. لكن للأسف وقت اللي تلقى أنت أعلى هرم السلطة هو اللي يحرض وهو اللي يجيش في الناس باش يمارسوا العنف بشكل واسع وباش يعتديوا على حرمات الناس هذوما، معناها تولي وقتها تفهم علاش هالموجة هذه. للأسف العنف هذا قاعد صاير برعاية الدولة وبدعم من السلطة وبتحريض منها. هذا هو اللي يلزم يفهموه التوانسة. العنف الذي يمارس ضد الأفارقة هو برعاية رسمية من السلطة السياسية بالخطاب وبغض الطرف وبالتحريض وبالتجيش وبغيره. ولذلك طبيعي باش نلقاو اللي يحصل هذا، لأنه الناس طبعا تتأثر بالخطاب اللي يصدر على السلطة. لكن خلينا نمشي أكثر احنا في العمق باش نحاولوا نفهموا شنو اللي صاير. اللي صاير هو أنه
وهذا أثبتته كثير من الدراسات الاستراتيجية، أنه ثم تحولات مناخية خلال 20 سنة الأخيرة تقريبا بدأت تحصل في كثير من مناطق في العالم، وخاصة في إفريقيا. ونقصد في إفريقيا بالذات هو جنوب الصحراء، يعني تشاد ومالي، السودان طبعا، بوركينا فاسو، يعني ما يسمى بإفريقيا غرب إفريقيا، يعني دول غرب إفريقيا حتى للكامرون إلى آخره. هذه فيها تحولات مناخية. التحولات المناخية دي أدت إلى جفاف كبير جدا، حتى أن المواطنين الموجودين في البلدان هذه فقدوا البيئة الطبيعية اللي كانوا عايشين فيها. يعني المواطن اللي كان عايش لهنا يزرع شوية خضرة وشوية حاجة يأكل منها ويعيش بها، ما عادش قادر بسبب الجفاف هذا، والمنطقة ولت مهددة بالمجاعة. زيد على هذا عدم الاستقرار السياسي والانقلابات القاعدة حاصلة في الدول هذه. نعرفوا أنه ثم انقلابات كبيرة حاصلة في الدول هذه، وبالتالي ثم عدم استقرار سياسي، فضلا على أنه الدول هذه في الحقيقة ماهيش فقيرة، ولكن هي مفقرة، ثرواتها مسروقة من دول كبيرة قاعدة تستغل في المنطقة، قاعدة تسرق في ثرواتها. كل هالأوضاع هذه أدى إلى حالة اجتماعية مزرية من الفقر ومن الجوع في هالمناطق. إذن الناس اللي موجودين لهنا واللي هم بعشرات الملايين هذوما ولوا يفكروا في الذهاب إلى أوروبا من أجل البحث على بيئة أفضل للحياة، ومن أجل أنهم يأمنوا حياتهم وعيشهم. فباش يوصلوا أوروبا يتعداوا عن طريق تونس وليبيا والجزائر والمغرب، يعني دول المغرب العربي، يتعداوا بالحزام هذايا باش ينجموا يوصلوا به لأوروبا. الأوروبيين ايش عملوا عملية استباقية. جاوا لتونس مثلا، وهي الدولة أو السلطة الأضعف والأكثر هشاشة، واتفقوا مع قيس سعيد في مقابل استمراره في الحكم أنه يمضي معهم اتفاقية. بمقتضى الاتفاقية هذه يولي يمنع، هو يولي يخدم هو بوليس، يمنع يحرس الحدود الجنوبية لأوروبا خاصة إيطاليا، يمنع الأفارقة ضم من الوصول لإيطاليا. بل أكثر من هكا، فرضت عليه أنه اللي يشدوهم حارقين في إيطاليا من الأفارقة يقع ترحيلهم. ومطار تبرقة الآن كان مغلق، فتحوها فقط من أجل يخدم على الترانسفير، على عملية الترحيل اللي قاعدة صايرة. وبالتالي معناها مع فتح حدودنا الجنوبية هذه مع ليبيا ومع الجزائر الغربية، فعشرات الآلاف تكدسوا الآن ولاو موجودين في تونس، لهم قادرين باش يمروا لأوروبا، ولا تونس عندها من الإمكانيات ومن الدعم اللوجستي اللي خلاها قادرة على ترحيل الأفارقة هذوم وإرجاعهم وطردهم خارج الحدود، خاصة أنه طبعا الجزائر ما تقبلهمش وليبيا ما تقبلهمش، وبالتالي ولاو موجودين لهنا. إذن ولات عندنا أزمة حقيقية معناها بسبب عشرات الآلاف كما قلت من الأفارقة، وربما حتى مئات الآلاف يوليوا في المستقبل، لأنه ما زالت أمواج الهجرة يعني جاية بشكل كبير جدا. لا أوروبا مسكر الباب وحابة تقبلهم، ولا إحنا مسكرين حدودنا الجنوبية والغربية باش ما يدخلوناش الناس هذوما، ولا قادرين باش الناس اللي موجودين لهنا باش نرحلهم. وبالتالي هذا خلق أزمة وخلق شعور عام لدى المجتمع بالتهديد بسبب كما قلت هالأعداد الكبيرة هذه اللي جات. الأصل فيها أنه موضوع من النوع هذا تجلس عليه مؤسسات الدولة، وتجلس عليه كل النخب السياسية والاقتصادية في تونس، ويخرجوا بخارطة الطريق للخروج من هذه الأزمة. لكن احنا نشوفه في السلطة كما النعامة اللي حاطة راسها في الرمل. يعني وقت اللي النعامة تحس بالتهديد ايش تعمل؟ تحط راسها في الرمل. هذه هي السلطة، يعني حاسبة روحها لا في بالها ولا في دراهم، وكأنه الموضوع ما يعنيهاش. ويتهمون منصف المرزوقي. وهذا اللي زاد عقد الموضوع وزاد عقد المسألة. سريع لا خلينا اليوم ملف الافارقه اغلبيه اليوم اللي طالبوا بطرد الافارقه بتونس هو محسوبين على عنصر السلطه، وصل بهم الامر، وصل بهم الامر اليوم انهم يطالبوا بطرد المفوضيه الساميه نتاع الامم المتحده اللي يخص بحقوق اللاجئين معناتها، ومش قاعدين يحملوا في مسؤوليه قيس سعيد، لانه هو عامل اتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي وعامل مع ميلوني ومع الجزائر، ما هو معناتها اليوم يحملوا في مسؤوليات اخرى لاطراف اخرى كما النهضه والمرزوق. هذا هو النعامه اللي تحط راسها في الرمل. المشكله انك انت كي تحمل المسؤوليه لناس اخرين
وكي تطرد واذا كان انت تطرد تطرد يعني هيئه اللاجئين ما تحلش المشكل. المشكل مش لهنا، المشكل انك لازم تقدم حلول عمليه، والحلول العمليه ما تنجمش تقدمها الا لما تكون في السلطه. السلطه اليوم ما هيش قاعده مهتمه بالموضوع هذا، ومش قاعده تقدم فيه في حلول. فقط يخرج رئيس الدوله ويتحدث بشعارات عنصريه ويحرض ويدفع الناس معناها لممارسه العنف. فنشوفوا يعني في مظاهر العنف اللي ولات ساريه بشكل كبير. ورو الان يعني الافارقه هذوما من جنوب الصحراء قاعدين يتعرضوا للظروف صعيبه والتنكيل صعيب، ولكن شيء ما يمنع انه في المستقبل هما انفسهم بسبب الظلم اللي قاعد يتسلط عليهم باش هما انفسهم يولوا يعملوا ردود فعل ربما ويهددوا السلم الاهلي في تونس. وبالتالي معناها يلزم ننظر للموضوع حتى في استشرافيا يعني في المستقبل للمآلات نتاعو وين ينجم يوصل. واضح. سامحوني. كملنا. واضح سي رياض. لا مازال ليبيا. المهم توا جينا توا سي رياض، جينا المهم غايرين ان شاء الله باش تكون عندنا ذكرى من اعز ما فما واحد الانسان في حياته، هي ذكرى 45 من 45 سنه من مسيره حركه النهضه. ان عندنا ان شاء الله بالذكرى تاسيس الحركه نهار السبت، فهمتني ولا؟ الذكرى 45. نقول انا الذاكره والتضحيات. ماذا تمثل لكم الذكرى 45 لتأسيس حركة النهضة؟ تفضل سيريان. طبعا هي حركة النهضة تأسست أصدرت بيانها التأسيسي في 6 جوان 1981، والآن يمر 45 سنة على البيان التأسيسي وبالتالي على تأسيس الحركة. لكن في الحقيقة تأسيس الحركة كان أقدم من هكا. منذ نهاية الستينات وبداية السبعينات بدأت الحركة هذه تتشكل شيئا فشيئا وصولا إلى الطابع السياسي اللي خذته والطابع الحزبي منذ 1981 6 جوان، حيث عقدت ندوة صحفية. الندوة الصحفية هذه القيادات التاريخية للحركة أعلنت عن تأسيس الحركة وأعلنت عن المبادئ نتاعها منذ اليوم الأول، بأن الحركة هذه تدافع عن الديمقراطية وتدافع عن الحريات العامة وتدافع عن العدالة الاجتماعية. ومنذ 81 وإلى حد الآن وعلى امتداد 45 سنة الحركة هذه خاضت معارك كبيرة جدا معناها ضد الاستبداد وضد الدكتاتورية، وقدمت تضحيات معناها أحكام بآلاف السنوات ضد مناضليها، شهداء تجاوز عددهم 300 شهيد، أكثر من 30 ألف سجين. يعني نضالات مريرة ونضالات طويلة خاضتها الحركة هذه على امتداد 45 سنة وصولا إلى هذا اليوم. ولذلك احنا في كل سنة نحيي هذه الذكرى، ذكرى تأسيس حركة النهضة، ونعتز بهذا التاريخ ونعتبر أن التاريخ هذا تاريخ رمزي يدفعنا لتجديد اتصالنا بالقيم التي تأسست عليها الحركة هذه ولتقييم أدائها ومراجعة معناها نشاطها وتطويره. وكما قلت يوم السبت القادم إن شاء الله يتوافق مع يوم 6 جوان، وبسبب الظرف السياسي والأمني الصعب في تونس الحركة مضطرة أنها تنظم هالاحتفال هذا للأسف في الخارج، باش يكون في باريس وباش يكون بحضور شخصيات سياسية وباش يقع فيه استعراض كما قلت تاريخ الحركة وأهم الأسس اللي قامت عليها. نعم. كيف نمر للنهضة بين الحاضر والمستقبل؟ كيف تقيمون واقع حركة النهضة اليوم؟ ما أبرز التحديات التي تواجهها وكيف ترون مستقبلها خلال السنوات القادمة؟ هي لو بالرجوع لتاريخ حركة النهضة، نقطة قوة حركة النهضة الأساسية أن حركة النهضة كانت تتصدى باستمرار للتحديات التي يواجهها المجتمع. في وقت من الأوقات كان التحدي الأساسي اللي يواجهه المجتمع عام 1981 هو الحرية، وحركة النهضة تصدت لهذا المطلب وناضلت من أجله في البلاد وفي الجامعة، وصولا إلى إسقاط بورقيبة سنة 87
والانقلاب اللي عمله بن علي. ثم استمرت المسيرة مرة أخرى ضد بن علي، ورغم عنفه ورغم دمويته ورغم يعني كل التنكيل اللي عمله بحركة النهضة، إلا أن حركة النهضة ما تراجعتش في تمسكها بنفس المبادئ اللي كانت تدافع عليها: حقوق المواطنة لكل التونسيين وحق كل التونسيين في العيش الكريم. وهذا استمر إلى الثورة. ولما جاءت الثورة وتغير الوضع في البلاد، تغيرت مواقع حركة النهضة، وحاولت من خلال تجربتها في الحكم بالمشاركة مع أطراف سياسية أخرى في أنها تنفذ البرنامج اللي كانت تؤمن به، رغم كل الصعوبات طبعا اللي كانت تعترضها، ورغم أيضا كل يعني كل التحديات اللي كانت تواجه فيها، وخاصة التحديات الخارجية، ورفض كثير من الجهات الإقليمية لنجاح تجربة ديمقراطية في تونس، وصولا إلى انقلاب 2021 25 جويلية. ورغم هذا الانقلاب حركة النهضة ما تراجعتش. من اليوم الأول أعلنت أنه انقلاب، وجندت قواعدها وقياداتها للدفاع عن الديمقراطية في البلاد. والآن تقريبا 5 سنوات تمر على هذا الانقلاب، ولكن حركة النهضة ما زالت موجودة في الميدان، وما زالت موجودة على المنابر، وما زالت تعبر على مواقفها، ورغم اعتقال عدد كبير من قياداتها، إلا أن حركة النهضة ما زالت مستمرة في العمل نتاعها. إذا قوة حركة النهضة ونقطة قوة حركة النهضة هي في قدرتها على التصدي وعلى الوقوف للتحديات اللي تواجه فيها البلاد. مستقبلها الآن سيتحدد بناء على هذا الأمر. إذا كان حركة النهضة قعدت في نفس الموقع اللي هي فيه الآن، وهو الدفاع على التوانسة وعلى حريتهم وعلى كرامتهم وعلى حقوقهم، فإنها باش تقعد حركة النهضة معناها في المكان المحوري والأساسي للساحة السياسية في البلاد. إذا كان طبعا مش تتغير أولوياتها، فإنها وقتها مش تولي كيف كثير من الكيانات السياسية اللي ماتت في البلاد، بالتالي ما عادش عندها حتى دور. فهذه نقطة القوة الأساسية، وهذا اللي متمسكة به الآن حركة النهضة وما زالت تشتغل عليه. واضح أستاذ. قبل ما نعطيك السؤال الختامي، سليم كان تنجم باش تطلع فهمتني ولا تفضل؟ ما كانش خلينا نعطي السؤال الاخراني لسيرياض، خاطر احنا توا قلنا ساعة، نهار اللي تفاهمنا ساعة، هو عندنا شوية ساعة وربع تجاوزنا الوقت فهمتني ولا؟ باهي أنا باش نعطي السؤال الأخراني. إذا كان أنا بعثت لك انفيتاسيون كان باش تطلع تفضل، ما كانش خلينا نختم. باهي السؤال الختامي: بين الأحكام الأخيرة والتحركات الوطنية والذكرى ال45 لتأسيس حركة النهضة، ما هي الرسالة التي يوجهها الأستاذ رياض الشعيبي اليوم إلى تونس؟ سامحوني يا الغالب سي رياض، راهو كانت عثرت ولا ما تكلمتش، عارف راهو جاني سينال، معناها راني يلزمني في ساعة نجاوب على السينال نعترض عليه باش ما يطيحوناش القياس. تفضل. يعني هو اليوم كما كنت نقول، هي البلاد اليوم تمر بظروف صعيبة، ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية أيضا، ظروف وتحديات صعيبة برشا، ولكن احنا ما نجموا نتجاوزوا هالظروف الصعيبة هذه كان بوحدتنا وبالتفافنا حول القيم المشتركة اللي آمنوا بها التوانسة طوال تاريخهم. لذلك الدعوة اليوم لكل التونسيين أنه راهو حوارنا مع بعضنا، راهو قبولنا ببعضنا، راهو تمسكنا بقيمنا المشتركة هو قارب النجاة الوحيد اللي ينجم يخرجنا من الأزمة اللي عايشتها البلاد. أنا ديما كنت متفائل، واليوم أكثر تفاؤلا رغم قسوة الأحكام اللي صدرت خلال الأيام الأخيرة على قيادات حركة النهضة، رغم توسع الاعتقالات السياسية اللي شملت شخصيات من كل الأحزاب السياسية وكل العائلات السياسية والفكرية، رغم ادعاء النظام اليوم والرسائل اللي قاعد يرسل فيها أنه راهو مستعد باش يكون أكثر دموية وأكثر عنف وأكثر تنكيل بالمناضلين، رغم كل ذلك، ولكن أنا هذا نقراه أنه هذه راهي رسائل ضعف ورسائل يأس، وراهي المحاولات الأخيرة من هذا النظام لمحاولة النجاة من مواجهة مصيره المحتوم، ألا وهو السقوط بسبب السياسات الرعناء
اللي قاعد يخو فيها، سواء كما قلت في المجال السياسي بإلغاء كل الحقوق والحريات، في المجال الاقتصادي والاجتماعي بتفقير الشعب التونسي وبتجويعه، وفي المجال الأمني أيضا بفتح البلاد لهالموجات من عشرات الآلاف من المهاجرين، اللي إذا كانت الدولة وإذا كان السلطة ما تسرعش بإيجاد حلول لهالأزمة هذه، فراه في القريب العاجل الأزمة هذه باش تزيد تتفاقم أكثر، وربما باش تولي خطر على السلم الأهلي والسلم الاجتماعي في البلاد. لذلك احنا باش نجموا نتجاوزوا هذا الكل لابد أن نتوحد، لابد أن نقرب من بعضنا أكثر، لابد أن تكون عندنا ثقة في بعضنا، لابد أن نكونوا يد واحدة من أجل إسقاط هالسلطة هذه، ومن أجل إعادة بناء مؤسسات ديمقراطية، ومن أجل حلان المشاكل اللي يعاني منها المجتمع التونسي واللي تعاني منها تونس في المرحلة الصعيبة اللي هي تمر فيها، لأنه من نجم نحل المشاكل هذه كان مع بعضنا وليس على حساب بعضنا البعض. هذا هو، شكرا لك. سي رياض، قبل ما نختم نحب نقول لك اللي حتى المساندين نتاعو اللي داعمينه واللي في الخارج، أنا نحكي اليوم نعم. فما حد اليوم في ايطاليا وفي فرنسا، هذوما زوز بلدان اللي داعمين قيس سعيد. اليوم تحس في فما تململ كبير، تحس فما احراج كبير، خاصه الشيء اللي قاعده توصل له البلاد. ظهر لي ما عادش باش يزيدوا يطولوا، ما عادش باش يزيدوا يدعموه، نظرا للشيء اللي قاعد يقول، المستوى اللي وصلت له البلاد، الوضع اللي وصلت له البلاد. هما بيدهم ولاو حايرين. انا اكد لك انا استاذ، كان يصير انفجار. ايطاليا 40 مليون يمشوا لايطاليا، كان يصير انفجار في تونس. فهمتي ولا؟ اللي تبناته الكل ايطاليا الكل يتيح. ولذلك تقول لك انا نلقى حل سلمي وسياسي ونبدل مع فهمتني ولا، خير من اللي ترسلي نولي في مشاكل اخرين. وهذا واقع، راه تمام. واقع. هذا هو بالضبط. تفضل. يعني احنا متفقين في هذا. يعني العلاقات الدولية دائما هي قائمة على المصالح، وإيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية كانوا يظنوا اللي قيس سعيد هو اللي باش يحافظ لهم على مصالحهم وباش يرعى لهم المصالح هذه، ولكن تبين مع الوقت أنه أعجز من أن يقوم بهذا الأمر. ولذلك اليوم ولاو هم أنفسهم يشوفوا فيه خطر على المصالح هذه، باعتباره غير قادر على أنه يفرض الاستقرار في البلاد، لأنه مصالحهم ما تكون إلا في بيئة سياسية مستقرة. ولكن واضح اللي السلطة هذه هي قاعدة تفجر في الوضع في البلاد، مش قاعدة تهدأ فيه وإلا تبحث على شروط الاستقرار، لأنه سياسة السلطة هذه هي سياسة الانفعال وسياسة الضغينة وسياسة التوتر، مش سياسة عقلانية قائمة على التوازنات وقائمة على المصالح. وعلى هذاك مرات تشوف السلطة تعمل بعض الأشياء اللي تقول يعني يصنع الجاهل بنفسه ما لا يصنعه العدو بعدوه. يعني سلطة من الغباء بالشكل اللي خلاها تعمل أشياء هي تكون أول متضرر منها. ولكن للأسف لأن السلطة هذه ما هيش سلطة عقلانية، عقل الدولة ما عادش موجود الآن، هذه سلطة يعني تمارس في الجنون، تمارس في الانفعال، وبالتالي نشوفوا في سياستها كيفاش قاعدة تنقلب عليها بسرعة. لذلك طبيعي جدا باش الدول هذه تنفض يديها من السلطة هذه وتفقد ثقتها في السلطة هذه، وبالتالي معناها ما عادش مستعدة باش تدعم السلطة هذه. وربما حتى كما شفنا في بعض التسريبات في بعض الصحف الأوروبية أنه بعض الدول الأوروبية تفكر حتى في تغيير السلطة هذه، وإن كنا احنا من حيث المبدأ نرفض الأمر هذا ونرفض التدخل في الشأن الداخلي، ونعتبر أنه هذا شأن وطني ونجم نحلوه كان كتوانسة فيما بيننا، وليس هناك شرعية ومبرر لأي تدخل خارجي. واضح سي رياض، مشكور. يوسف، وكنا ضد المنقلب، كان عندكم تدخل ما كانش يزيد. نعاود نعطي الكلمة لسي رياض، كلمة الختام. يوسف عندك ما تضيف ولا محمد؟ لا بكاوكا، بارك الله فيك سي رياض. السؤال الاخراني، توا مازالت كي هبطت لعائلة مراد الزغيدي، لأنه مراد الزغيدي دخل في أضراب جوع على الانتهاك اللي قاعد صار، ومدة القانونية متاعو فات، والكل دخل في أضراب جوع، والكل هذا اللي صنفته في الباج متاعهم، وكل تضامن مع الناس اللي قاعدة تتحاكم على مرسوم 54 واستهداف المدونين. وشكرا سي رياض على كلامك الكل.
يعطيك الصحة محمد ويوسف وسراج، شكرا لكم، وإن شاء الله نتلقاو إن شاء الله في تونس في القريب إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بك سي رياض. الله بين يخليك. في الختام نقول بين أسئلة الحرية والسيادة وبين تحديات الدولة ورهانات الديمقراطية، تبقى تونس في حاجة إلى الحوار والعقل والحكمة لبناء مستقبل يجمع أبنائها جميعا. شكرا جزيلا لضيفنا الأستاذ رياض الشعيبي على حضوره معنا. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساوش غدوة الوقفة متاع المسيرة متاع جبهة الخلاص 5:30 محمد هكا، انطلاق من بلاس دو جندارك هكا. الاسم نتاعها بلاس دو جندارك هو الاسم القديم. بالنسبة للاسم الجديد ساحة البراعمي. محمد بن فوالا احنا نزيدو نذكروا ان شاء الله غدوة عنا زاد ان شاء الله 9 متاع الليل، فهمتني ولا باش نعملوا حلقة خاصة بالذكرى 45 لتأسيس حركة النهضة. كونوا في المتابعة ومرحبا بكم ان شاء الله، واللي يحب يتدخل ويتفاعل مرحبا. وبقى لي كان نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس تصبح على خير. السلام. على خير.